يعني ايه دوبلر؟ الدوبلر ده ان انا بقيس تدفق الدم عن طريق الموجات فوق الصوتيه. طيب امتى الدكتور بيحتاج ان هو يطلب دوبلر من المريض؟ تقريبا في كل زياره من زيارات متابعه الحمل، من اول ما بنعرف وجود الحمل تقريبا لغايه الولاده او قبل ميعاد الولاده على طول. اولا انا بحتاج الدوبلر عشان اتاكد من الفايبيليتي او من وجود نبض في الجنين. تاني حاجه لما بيجي الاسبوع ال11 للاسبوع ال13 في دوبلر مهم قوي انا بستخدمه، اللي هو الكشف عن دلالات متلازمه داون. في جزء كبير منها معتمد على وجود الدوبلر. تاني حاجه برضو مهمه في السونار اللي هو الاسبوع ال11 للاسبوع ال13 او نهايه الاسبوع ال13 ان انا بعمل دوبلر للام كمان. ده بيعرفني لو الام لا قدر الله عرضه ان ضغطها يرتفع او تصاب بتسمم حمل، بنبتدي ناخد جرعات وقائيه من ادويه معينه بحيث ان احنا نتجنب الكومبليكيشن او المضاعفات دي. مع كل زياره من زيارات متابعه الحمل بحتاج ان انا اعمل دوبلر للحبل السري، تمام؟ ده اللي بيعرفني تدفق الدم اللي واصل للبيبي، ده اللي بقدر اقيم بيه وضع البيبي في اثناء الحمل. طيب بعد كده لما بوصل للشهر السابع والثامن بحتاج ان انا اعمل جروث اسسمنت او متابعه لنمو الجنين. بقيس دوبلر على نطاقات اوسع شويه غير الحبل السري، ببتدي اقيس تدفق الدم في الشرايين اللي بتغذي الدوره الدمويه بتاعه المخ بتاع البيبي. بيديني مؤشر كويس قوي عن نمو البيبي وعن الحاله الصحيه للبيبي.